مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده. تعدد الزوجات في قانون الاسره الحالي وليس قانون الاسره اللي لسه هيطبق او اللي هم بيقولوا ان هم هينزلوا قانون جديد ده لو نزل. ففي كذا حد كلمني من الازواج بيقول لي يعني انا دلوقتي لو اتجوزت على مراتي في خلافات جامده ما بيني وبينها وسايبه البيت وبقى لها فتره كبيره مش عايزه ترجع ولا هي عايزه ترجع ولا هي عايزه تطلق، فبيقول لي مش عارف اعمل ايه وعايز اتجوز وقدامي حد كويس وبيسالني يعني. ف... فقلت ارد ايه بفيديو احسن برضه عشان اقدر اول شويه يعني ادي نصيحه لوجه الله في الموضوع دوت و... وارد بالقانون كمان يعني عشان بس الناس تبقى فاهمه الموضوع في القانون الحالي ماشي ازاي. ان في رجاله كتير فاكره انه لو اتجوز على مراته من غير ما تعرف من وراها هو كده ممكن يتضرر ضرر يوصل لانه ممكن يتحبس او ان هو يدفع فلوس قصاد الكلام ده. بص حضرتك، القانون المصري لو انت اتجوزت على مراتك بدون علمها او حتى قلت لها في كده الحالتين، يعني لو انت عرفتها ورحت اتجوزت او ما قلتلهاش اتجوزت من وراها وهي عرفت بعدين، في جميع الاحوال هي ممكن ترفع لحضرتك طلاق الضرر وهتاخد القضيه وهتكسبها. ده مبدئيا. فانت الخساره اللي هتقع عليك ان انت مراتك هتطلقك طلاق الضرر وهتاخد حقوقها كامله. ده مبدئيا كده خلاص. ده بالنسبه للقانون عشان بس ايه، لكن الموضوع حبس ومش حبس، لا مفيش حاجه حبس. الحاجه الوحيده اللي بتحبس الراجل في الاسره او الحاجتين اللي يحبسوا الراجل في الاسره هي القايمه ومتجمد النفقه بس. دي الاحكام اللي بتنزل بالحبس عليك، القايمه جنح التبديد بتاع معامله الايصال الامانه، والمتجمد الحبس ده بيبقى شهر ايا كان الرقم اللي على حضرتك في النفقه. تمام كده خلاص. يبقى احنا كده ايه، عرفنا الحاجات اللي بتحبس ايه. اي حاجه ثانيه بتحبس، يعني اي حاجه ثانيه بيبقى نظام فلوس بقى. طالما معاك فلوس، طالما معاك امكانيات، الزوجه عمرها ما تقدر تحبسك. تحبسك امتى؟ لو انت ذاتك معكش فلوس او بدلت القايمه. ده من الاخر كده بس عشان خاطر يبقى الموضوع ايه واضح. طب هنتكلم بقى من ناحيه التعدد الزوجات عموما كرأيي انا كشخص، مش بتكلم بقى كمحامي او بتكلم كدين. الدين قال لك جوز اربعه مفيش مشكله خالص في الموضوع، وما تقولش لمراتك وما تعرفهاش. ده الدين، ده الشرع، انت مش ممكن تقول لها، ولو ما قلتهاش مش حرام. حلو كده. سؤال بقى، اللي بيفكر في الجواز تاني لازم يكون عندك اسباب. يعني انت عايز تتجوز على مراتك، حلو، هتتجوز على مراتك يبقى عندك اسباب للموضوع، مش هتجوز وخلاص. ده رايي الشخصي على فكره، مش بتكلم كقانون وشرع، ده رايي الشخصي في الموضوع ده. انت عايز تتجوز على مراتك، هتتجوز على مراتك ليه؟ هل انت هي مقصره معاك في حاجه؟ هل في مشكله مخليك تفكر في زوجه تانيه؟ هل انت عايش في نكد بقالك فتره كبيره ومش مستريح؟ هو دي الاسباب الواحد بيخليه يوصل للمرحله دي. غير كده يبقى خليك في بيتك ومع مراتك وعيالك وعيش حياتك. لكن تفكر في تعدد الزوجات، هي اصلا البلد مش محتاجه مشاكل. يعني هي اصلا الحياه الزوجيه اساسا في مصر من غير ما الراجل يفكر في زوجه تانيه هي مش ناقصه مشاكل. احنا عندنا حالات طلاق من غير ما الراجل يفكر قد كده. احنا ما شاء الله ينزل بس محكمه الاسره واتفرج الدنيا عامله ازاي. يعني مش لاحقين على القضايا، ويعني الدنيا خربانه في المحاكم الاسره. انزل اي محكمه اسره تخطر على بالك في جمهوريه مصر العربيه، ما عدا طبعا خط الصعيد. الصعيد الدنيا هناك ايه، ما عندهمش الكلام ده شويه زي عندنا ايه، او زي بقيه المحافظات يعني. فانا حبيت اتكلم في القصه دي عشان لقيت اكتر من استفسار ورا بعض جولي بنفس الموضوع، ان انا لو اتجوزت على مراتي القانون هيعمل معايا ايه؟ هو كله قلم القانون. طبعا الرجاله دلوقتي وصلت لمرحله ان هو خايف يعمل اي خطوه في حياته لا قانون الاسره يزعله. يعني طب خلاص ماشي، معاك امكانيات ومراتك عارفاك، اتجوز خلاص مفيش مشكله، محدش هيلومك، حقك وشرعا وزي الفل، مش اي مشكله خالص. يعني ما حدش هيعمل اي معاك اي حاجه. كل اللي هيحصل بس ان ستك هتديها حقوق كامله وتوفر لها مسكن للاولاد وتديهم نفقه بس. الطبيعي بقى اللي احنا عارفينه كلنا. لكن هتتحبس مش هتتحبس، ما تقلقش. مفيش حاجه اسمها حبس في المحكمه عشان اتجوزت على مراتك. في ناس كتير اتكلمت وقالت ان القانون الجديد في الكلام ده، انسى، مش هيحصل. ده لو نزل اصلا قانون جديد، انا شايف ان هو يعني لو نزل يبقى لسه معانا ربنا شويه، ربنا يكرمنا كده ونشوف هم ناويين على امتى وهنعملوا ايه. لكن حته انت تتجوز على مراتك بدون اسباب في الوضع اللي احنا فيه وفي مجتمعنا احنا بالاخص والظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها، يعني دايما اللي بيفكر في الموضوع دوت بيبقى عنده مشاكل ومعاه امكانيات. الا بقى لو واحد ما عندوش مشاكل ومعاه امكانيات واتجوز، ده حاجه ثانيه. ده بقى هو ايه يعني، عايز يتجوز تاني، عايز يعيش، عايز يشوف حاله، مش حرام. يعني احنا مجتمعنا ما بيتقبلهاش، بس هنتكلم في الشرع مش حرام. اتجوز، ربنا قال اتجوز، وربنا قالك مش هتعدل وواحده تكفي. يعني ده كل ده اتقال، بس لو عملت ده ربنا مش هيقول لك انت بتعمل حاجه حرام، بس ربنا بيحس ان هو بيديك النصيحه، بيقول لك ايه، انت مش هتعرف تعدل ما بينهم، فواحده تكفي احسن. طالما هي كويسه استكفى بيها، طالما هي معاك كويسه ومش مقصره. ده ربنا بيديك ايه، يعني بيقول لك خلي بالك انت مش هتعرف تعدل لان محدش بيعدل. انت مش انت بني ادم، غصب عنك هتميل لواحده.
فانا بديت بس ايه، حبيت اخش في الحته ديت من رايي الشخصي انا. موضوع تعدد الزوجات انا شايف ان هو لو ليه سبب، يعني يكون عندك سبب مقنع انت تتجوز تاني، غير كده لا. وانا قلت شرحت بالقانون، وطبعا الشرع مش محتاجين ان احنا نتكلم فيه، الناس كلها عارفه الشرع. فحبيت اوضح النقطه ديت للاسئله اللي جات لي. قلت اعمل فيديو بيه احسن، او برضه اقول المعلومه يمكن الناس وصل لها معلومه غلط من حد، او حد قال لهم حاجه غلط. لا يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها تتحبس. كل اللي هيحصل لك بس ان انت هتطلق في المحكمه طلاق الضرر، وهتاخد حقوق كامله، لا اكتر ولا اقل. معاك امكانيات اتكل على الله واتجوز وادفع، معاكش امكانيات يبقى وحيده تكفي وعيش حياتك وربنا يستر عليك. البلد مش مستحمله مشاكل، احوال شخصيه، احنا اللي فينا مكفينا. تحياتي ليكم واشوفكم على خير.